لو ما شوفش الأقسام اللي فاتت من حكاية تشانج فروح شوفها علشان تفهم الدنيا. ودلوقتي عاوزك تصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب، وتعالى كمل معاه الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ودول أصحاب التعليقات المميزة على الفيديوهات اللي فاتت. الدعم على القناة ما بقاش زي الأول، فمع الأسف عدد كبير من اللي بيتفرجوا مش بيشتركوا في القناة، فعاوزك دلوقتي تشترك لو لسه ما اشتركتش، علشان ده بيساعدنا نستمر إن ننزل ليكم أفخم حاجة دايما. ومعلش عشان طولت عليكم، يلا بينا نبدأ. بس لما بيصحى بيتفاجئ ان هو مربوط زي ما انت شايف كده. تشانجي بيفتكر ان ذو الحيوانة باعته لما كان مغمى عليه، بس بيتفاجئ ان هو دخل حلبة قتال رومانية، وهو بقى الجايزة اللي هياخدها اللي هيكسب. فبيحرر تشانجي نفسه من القيود اللي عليه، وبيروح علشان يشوف ايه الخرا اللي بيحصل دلوقتي، وبيفهم ان دي منافسة بين محاربين القارة، واللي هيكسب في المسابقة دي هياخده كخادم ليه. طبعا الكلام ده مش بياكل معاه، وبيقرر ان هو يمشي، واللي خلت تشانجي السيمبي يتخلى عن حريته عشانها. المعلقة بتقول للكل ان الجولة النهائية قربت تنتهي، واللي هيكسب في الجولة دي هيختار واحد من التلاتة علشان يكون العبد بتاعها. تشانج ساعتها بيحس ان هو في دائرة الخطر، وبيكون هيروح علشان يموت الاتنين اللي معاه بحيث يروح مع البيت، بس النظام بيقول له ان هو ما ينفعش يعمل كده. المهم تفضل منافسة واحدة لجيانج علشان تكسبها، فبتروح تستخدم اقوى تقنية عندها واللي بتخليها تقدر تكسب المسابقة. فبتروح المعلقة عندها وبتسألها عن العبد اللي هي عاوزة تاخده، فبتروح جيانج مشاورة على حد غير تشانج. الواد في الأول بينبسط وكل حاجة، بس بعدها البت بترجع في كلامها وبتروح تختار تشانج. وفي البيت بيكون تشانج بيفكر في الوضع اللي هو فيه، فهو كان معزوق الفترة اللي فاتت لحد ما اتسرق منها وفضل يتباع في السوق لحد ما وصل للمسابقة. ساعتها بيقول له النظام ان هو دلوقتي داخل مهمة سيناريو. تشانج بيستغرب من الكلام ده وبيسأل النظام عن قصده. النظام بيقول له ان هو لازم يشرح ليه الوضع من البداية. فجيانج كانت سيدة احد العائلات القوية في القارة، وراحت تشارك في المسابقة الخاصة بمحاربين القارة، وده علشان تقدر تحصل على دعم قوي ينقذ عائلتها من السقوط. بس مع الأسف هي قابلت حد زبالة عرف يستغلها لمصلحته، لحد ما انتهى بيها المطاف إن هي تتقتل بشكل بائس. فبيستغرب تشانج من الكلام ده وبيسأل النظام عن علاقة القصة دي بيه، فبيقول له النظام إن ده مستقبل تشانج لو الوضع استمر على ما هو عليه. وعلى طول بيدي النظام 3 مهمات لتشانج. أولها إن هو يساعد جانج في إن هي تكسب المسابقة، والمهمة التانية إن هو يشهر اسمه في القارة، والمهمة الأخيرة إنه يحصل على اعتراف أسياد القارة خلال فترة المسابقة. ولو عمل المهام التلاتة دي هياخد تحديث الإصدار الخامس ومعاها نقاط نظام كتيرة جدا. فبيوافق تشانج على المهمات دي لأن الموضوع كان سهل جدا والمكافأة بتاعته مرعبة. في اليوم اللي بعده بيروح تشانج علشان يطلع على السفينة، بيقابل جيانج اللي بتكون ناوية تروح لوحدها، فبيروح يسألها تشانج هي مش عاوزة تروح ليه معاه رغم إن هو الخادم بتاعها. فبتقول له جيانج إن مستوى صقله ضعيف، ولو دخل معاها في المسابقة هو مش هيستحمل، بس تشانج بيعرف يقنعها علشان يروح معاها. بعدها بيجي البيجرامي ده، واللي مش عارف هتصدقني لو قلت لك ان دي ست. المهم البيجرامي بتقول لهم ان هم هيمثلوا طائفة العطر السماوي في المسابقة، ولو حصلوا على مركز كويس هيرفعوا من مركزهم، فلازم يبذلوا اقصى ما عندهم علشان يكسبوا. في الوقت ده مجموعة من اكل لحوم البشر بيكونوا بيخلصوا على اللي يقف في طريقهم لحد ما بيلمحوا سفينة العطر السماوي، فبيقرروا انهم يروحوا هناك علشان يخلصوا على كل اللي فيها. بنرجع لتشانج اللي بيكون بيتفرج على جيانج وهي بتتدرب، فبيلاقي ان قوتها الجسدية عالية، بس المشكلة ان مركز صقلها محتاج قوة اكبر. فبيقرر ان هو يستخدم لفافة القوة اللي عملها باستخدام الجسد الاسطوري بتاعه، وده علشان يرفع من قوة جيانج ويكمل المهمة بتاعته. فبيروح تشانج علشان يكلمها، بس جيانج بتكون منغمسة في القتال وبتكون هتضيع مستقبله. المهم بيقول لها تشانج ان معاه تعويذة خاصة عشان ترفع من مستوى صقلها. البت بتستغرب من الكلام ده لان التعويذات اللي في العالم بتاعهم بترفع بس الهجوم والدفاع، ومفيش اي تعويذة بترفع الصقل نفسه. فبيقول لها تشانج ان التعويذة اللي معاه اخدها من خبير خاص، ولو استخدمتها ترفع من قوتها بشكل كبير جدا. جيانج مش بتقتنع بكلامه وبتقول له يبطل العبط ده علشان لازم يركزوا في التدريب. البت بتكون لسه هتمشي لكن تشانج بيغفلها وبيحط التعويذة على دماغها، وعلى طول بتبدأ طاقة عظيمة جدا تدخل في جسمها وبتقدر ان هي ترفع من قوتها بشكل كبير جدا. فبيطلب منها تشانج ان هي تشوف المستوى بتاعها دلوقتي، ولما بتروح عشان تقيس مستواها بتتفاجئ ان مستواها بقى في المستوى الثامن من الروح الوليدة. جانج بتكون مصدومة من التطور المرعب ده، فهي فضلت تتدرب لسنين وما عرفتش تخترق المستوى ده ابدا. بس على عكسها تشانج بيكون محبط من الوضع، فيمكن
جانج مستواه زاد بس مش بنفس مستوى لينج لما استخدم عليها نفس التعويذة. المهم جيانج بتشكر تشانج على مساعدته ليها وبتوعده ان هي هتعامله بشكل افضل في المستقبل. ساعتها بيوصل اكلين لحوم البشر اللي شفناهم من شوية وبيكونوا عاوزين يخلصوا على كل اللي في السفينة، وعلى طول بيروح المحاربين اللي في السفينة علشان يخلصوا على الوحوش دي. تشانج ساعتها بيكون بيراقب اللي بيحصل وبيلاقي ان القتال هيكون سهل بالنسبة ليهم، فبيروح علشان يفحص المكان من حواليهم. ساعتها بيكون في مجموعة من الثقلين موجودين في الغابة واللي بيكونوا مستنين الوحوش تخلص على اللي موجودين في السفينة عشان ياخدوا قوتهم. بس ساعتها بيوصل تشانج عندهم وبيولع في اللي خلفوهم. بتعدي 7 أيام على اللي حصل وبيوصل تشانج لعاصمة القارة علشان يبدأوا المسابقة، واللي بيكون حاضرها عدد كبير من الحضور، أهمهم اللورد وو أبو زو اللي ما نعرفش هي فين دلوقتي، وبعدها اللورد مينج سيدة ولاية الشبح، ومعاهم ضيف غير متوقع بالمرة وهو السيد الأقوى في جبل الألف جبل الأسطوري تشانج قاتل الأساطير، واللي أول لما بيشوفوا الكل بينبهروا جدا وبيروحوا علشان يسلموا عليه، فبيرحب بيهم تشانج على الآخر وبيشكرهم على مقابلتهم الطيبة دي. الكل بيكونوا مبهورين إنهم قابلوا المحارب اللي اتغلب على الأساطير ال 12، بس اللي ما يعرفوش إن الحيوان ده مش تشانج الحقيقي وإنما ده واحد شبهه بيحاول يستغل الوضع علشان يقلب الناس في أي حاجة. ساعتها بتظهر رسالة من النظام لتشانج إن هو لازم يخلص على الحيوان اللي بيقلده واللي بيطلع إن اسمه يو، فبيتعصب تشانج من الكلام ده وبيروح علشان يفشخ الجزمة اللي بيقلده. يو ساعتها بيكون بيرمي هدايا للكل علشان يخليهم يتقربوا منه أكتر، بس فجأة بيروح تشانج يفشخ أمه. الكل بيتصدموا من اللي عمله، فيو أقوى محارب في القارة وأكيد هيكسره بعد اللي عمله، فبيروح تشانج عنده وبيعتذر ليه بيقول أنا كنت فاكرك صاحبي بس طلعت غلطان معلش. الكل ساعتها بيكون هيروح ياكلوا تشانج علشان اللي عمله، بس يو بيقول لهم إن هو عارف إن هو غلط فهيسامحه دلوقتي، بس في الحقيقة يو الخنزير بيكون بيفرع جواه وعاوز يقتل تشانج بس بيتملك أعصابه علشان محدش يكشفه، وعلى طول بيروح تشانج مديله كف بيرقده، وعلى طول بيروح تشانج يعتذر لتاني علشان كان فاكر إن هو صاحبه. يو بيكون عاوز ياكله بس بيتملك نفسه علشان صورته قدام الناس، بس بيقرر إن لما تخلص كل حاجة هيروح يدور على تشانج ويخلص عليه. بيوصل ساعتها يون رئيس العاصمة اللي بيرحب بكل الموجودين في مسابقة كيو للفنون القتالية. تشانج ساعتها بيفتكر إن يون كان الحيوان اللي استغل جانج وتسبب في نهايتها، فبيقرر إنه يبدأ التفكير في خطة علشان يوقف الحيوان ده عند حده. بيوصل بعدها عم شكشك ده واللي المفروض إن هو سيد ولاية الرياح، وأنا مش هقول اسمه علشان شكله مستفز واسمه أطول من حياتي. المهم بيوصل يو عند أساد القارة واللي أول ما بيشوفوه بيرحبوا بيه جدا، فزي ما قلت خبر قتل تشانج للأساطير ال 12 انتشر في القارة كلها، وعشان كده أساد القارة عاوزين يضموا محارب قوي زي ده في صفهم. ساعتها بيلاقي تشانج إن هو خلص مهمة الشهرة بتاعة النظام وعلى طول بياخد 10,000 نقطة، فبيستغرب تشانج من الوضع بس بيفهم إن طالما اسمه هو اللي اتشهر فمش مهم الطريقة بتاعته، وده بيخليه يفكر إزاي يستغل يو الحيوان ده بأفضل شكل ممكن. ساعتها بيكون أساد القارة بيشكروا فيو على مساعدته ليهم، فلولا إن هو قتل الأساطير ال 12 وشيطان الجحيم كان هيتم تدمير القارة بشكل كامل. فبيروح واحد منهم وبيطلب من يو إن هو يساعده وعلى طول بيطلع ليه الكنز الأسطوري بتاعه. يو بيكون مبهور جدا لأن حتى هو ما كانش يحلم بالعنصر القيم ده، فبيروح يو يسأله هو عاوز منه إيه. الراجل بيقول له إن هو عاوز يرفع قوة السلاح ده وفي المقابل هيديله زهرة الفينيكس الذهبية. الكل بيصدموا من اللي حصل لأن الزهرة دي قوية جدا واختفت من آلاف السنين، فبيقول له يو إن هو مستعد يرفع من قوة السلاح بتاعه بس هيحتاج يخلي السلاح معاه لمدة شهر تقريبا. الحمار بيقتنع بكلامه وبيوافق إن هو يسيب الحاجة معاه. الناس اللي في المكان بيتحمسوا جدا وبيطلبوا من يو إن هو ياخد العناصر بتاعتهم علشان يرفع من قوتها، فبينبسط يو من اللي بيحصل لأن بالطريقة دي هو هيحقق ربح كبير جدا. وخلاص الواد بيكون لسه هيمشي لكن بيلاقي يون بيطلب منه يكمل معاهم لحد ما تنتهي المسابقة، بالذات إن في عدد كبير لسه ما وصلش ونفسهم إن هم يقابلوه. يو بينبسط من الكلام ده وبيقرر إن هو يقعد علشان يقلب ناس أكتر. بيجي الليل وبيروح تشانج علشان يفشخ الواد ابن الصرمة ده، فبيلاقي يو منشكح من العناصر المميزة اللي حصل عليها، فلو باع العناصر دي هيبقى معاه فلوس لمدى حياته. وعلى طول بيروح تشانج عند الحيوان ده علشان يتعامل معاه ويخلص الكل من شره. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟